بحضور أعضاء مجلس الشورى اللواء المناضل علي محمد القفيش والشيخ محمد الخضر السعيدي، أقيم صباح اليوم الأحد بساحة مدينة لودر بمحافظة أبين مهرجان خطابي ومسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني البطل برعاية الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي. وفي المهرجان الخطابي الكبير الذي بدأ بآية من ذكر الحكيم تقدم الصفوف اللواء المناضل علي محمد القفيش عضو مجلس الشورى قائلا: ها نحن اليوم نعيد المشهد ونقف مرة أخرى وقفة تضامنية من ساحة مدينة لودر أمام كل هذا الجماهير التي أتت من كل فج عميق واحتشدت من كل رجال وقبائل وكوادر وقيادات مديرية المنطقة الوسطى بمحافظة أبين نصرة للشعب الفلسطيني التي تكالبت عليه قوى الشر والطغيان، مؤكدا على إدانة أبناء مديرية لودر والمنطقة الوسطى كافة كل الممارسات وكل ما يقوم به العدو الصهيوني من جرائم جماعية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة وكل فلسطين. كما عبرت كلمات التضامن والإدانة والاستنكار لرئيس الائتلاف الوطني الجنوبي الأستاذ الخضر محمد البدري ونائبه الأستاذ محمد عوض موسى وأمين سر الائتلاف الأستاذ جهاد حفيظ، عبرت عن صدق مشاعرهم ومشاعر أبناء المديرية تجاه فلسطين وما تتعرض له من مجازر وحشية وغزو غاشم وجبان، معلنين تضامنهم الكامل مع الشعب العربي الفلسطيني الصامد في وجه غطرسة الاحتلال الصهيوني. من جانبه تحدث عميد الأسرى المناضل أحمد عمر المرقشي وقال: يا أبناء المنطقة الوسطى باسمكم جميعا نعلن تضامننا الكامل لنصرة الشعب الفلسطيني في غزة والمقاومة البطلة وصمودها الأسطوري، ونجدد العهد اليوم لدولة فلسطين، إننا على العهد سائرون. تخلل المهرجان الخطابي أغاني وطنية وقصائد وأشعار وتمثيليات تعبر عن ضعف وجبن الصهاينة وتشيد بمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني. حضر المهرجان الأستاذ الخضر محمد البدري رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي بمحافظة أبين ونائبه الأستاذ ناصر عوض موسى وأمين السر الأستاذ جهاد عبد الله حفيظ والمناضل الأخ أحمد عمر المرقشي وشخصيات وقيادات حزبية واجتماعية وعسكرية وتربوية وقبلية وجمع غفير من المواطنين. لقناة عدن الفضائية، ردفان عمر.